بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض عيش صحي بدقيق القمح الكامل والرده. زي ما انتم شايفين كده العيش، بصوا مفتوح معايا. هقول لك كل تريكاته وكل الحاجات اللي تخليه تنجح معاكي. العيش طري، تغمسي بقى بيه، تعمليه ساندوتشات براحتك خالص. عملنا كميه كبيره جدا من مقدار حلو وبسيط واوفر من بره بكتير، وكمان اجمل واطعم في الطعم. يلا نشوف الطريقه اللي احنا هنعمله ازاي. اول حاجه عايزه 5 كوبايات دقيق قمح كامل. والدقيق اللي انا مستخدماه سنبله الفرات، دقيق القمح الكامل موجود في كل السوبر ماركتات. ونص الكميه بالظبط رده، يعني كوبايتين ونص رده، معلقه ملح ومعلقه سكر ومعلقه خميره فوريه. حط كل المكونات الجافه في قلب البوله اللي هعجن فيها، واقلب كويس قوي. سواء كنت هعجنه في العجان او هعجنه بايدي، الاتنين واحد. الميه بقى احط حسب الطلب، يعني حسب طلب الدقيق، عايز ميه قد ايه. تمام كده. انا هنا الكميه بتاعتي دي استخدمت من كوبايتين ونص ل3 ميه. تمام كده. وميه تكون فتره، عشان لو ميه سخنه قوي هتبوظ لي الخميره، ولو ميه بارده قوي هتقعد الخميره كتير قوي على بال ما تخمر. تمام كده. خلاص العجينه تمام، وانا لاقيها حلوه كده، فيها سنه تلزيق، يعني مش متماسكه قوي. حطيتها في بوله وغطيتها بستريتش راب او بورق بلاستيك وعليها فوطه زي ما تحبي. حطيها في مكان دافي نص ساعه بالظبط، ولو الخميره حلوه مش هتاخد اكتر من نص ساعه كمان. اهو ابدا بقى اكورها حجم الرغيف اللي انا عايزاه، وده الحجم اللي انا طالباه. تقدري تعملي اكبر رغيف كبير مفيش مشكله، تقدري تعمليه صغير خالص، بس انا عاملاه على قد الرغيف، على قد الوجبه يعني. طبعا الرغيف ده بيبقى يعني رغيف ماسك نفسه وتقيل شويه، ورغم كده ان هو خفيف، يعني خفيف بس بيشبع. يعني الرده طبعا بتشبع جامد جدا. بسيبه كده ربع ساعه وانقله في صينيه واركنه على جنب. بس خلاص اخد بقى منه، خلاص كده ركنته ربع ساعه كمان، العجينه ارتاحت. احط الدقيق اللي انا بفرد بيه، نفس الدقيق اللي انا مستخدماه في العيش، اللي هو دقيق القمح الكامل. بفرده كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. وده حجم الرغيف اللي انا عايزاه، او اركنه على جنب واعمل غيره. سواء كنت هعمله طويل، انا ممكن اعمله كده بالطول كده، او اعمله مدور. وانا عاملاه عامله شويه مدور وعامله شويه طويل. يعني تقدري انت تعملي براحتك. الطويل بينفع في السندوتشات حلو قوي. الناس اللي بتحب تستخدم العيش في الاكل، تغمس، مش قادره تستغنى عنه، بجد العيش ده هيعجبها قوي. وسهل وبسيط، وطريقه تسويته كمان سهله قوي. طبعا انا عملت كده وشلته لحد ما خلصت الكميه كلها في قلب صينيه. اهو شايفين. انا فاضه كده من الدقيق، واجيب طاسه، ولازم الطاسه تكون سخنه جدا، يعني اسيبها تسخن خالص، واحط العيش. خلاص مجرد ما يبدا يستوي من تحت هيبدا ينفخ معاكي. تمام كده. طبعا البخار اللي جوه ده، انا لما يعني بصوا هو بينفخ ازاي، بالراحه خالص ادوس عليه عشان ما اخرموش، لان البخار اللي جوه ده هو اللي بيسوي العيش من جوه. يعني هو بيسوي العيش من جوه، وطبعا بيساعد على ان الرغيف نفسه يفتح. اهو هيبدا ينفخ تاني، اهو شفتوا، عشان ما تخرمش فيبدا ينفخ. والرغيف نفسه بيبقى طعمه حلو قوي. وطبعا مفيش اجمل من ريحة الخبز في البيت، يعني بجد بتملى البيت كله بركة. خلاص كده اهو، بصوا رغيف خلص. احط واحد غيره طبعا، كل الطاسة ما تبقى سخنة كل ما يديني نتيجة حلوة قوي. بصوا العيش اهو بينفخ ازاي، بصراحة روعة. وطريقته حلوة قوي، وعمل لي كمية حلوة قوي. يعني انا الكيلو الدقيق، يعني مش كيلو طبعا، عملت 5 كوبايات وكوبايتين ونص ردة. يعني قولوا مثلا، بصوا العيش مفتوح ازاي من جوه، بصي، وطري جدا. يعني بجد احلى من ريتش باك واحلى من الجاهز بكتير. كل شويه بعملهم بغطيهم بفوطه عشان ما ينشفش. حطيت الطويل كمان. انا عملت مثلا 5 كوبايات وكوبايتين ونص رده، اداني 25 رغيف من دول. طبعا الكميه حلوه قوي، وتقعد معاكي كتير قوي. في نفس الوقت طبعا صحي، وانتي ضامنه انه صحي، لان اللي بيتباع بره ما بيبقاش صحي طبعا، لان هو بيبقى بدقيق ابيض وحاطين عليه شويه كاكاو. بصوا اهو، دي بجد الكمية حلوة، العيش طري اهو. بصوا خطير. وبصي من جوه طبعا باين انه بدقيق يعني اسمر، وباين انه بالردة، فدقيق صحي وعيش صحي لاي حد عامل نظام صحي او عامل دايت وعايز ياكل عيش، ما يحرمش نفسه من العيش، ويعمل العيش ده حلو قوي وجميل. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.